آله وصحبه أجمعين. يا صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين، يا مساء الشوكولاتات العسليات على أجمل متابعين. صباحكم ورد، صباحكم فل، مساءكم عطر بذكر الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. النهارده بقى روتين تنظيف السلم. كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الأبواب، أول روتينات في التنظيف يا جماعة الخير. هنبدأ بالسلم معاكم وبعدين بقى مكملين ان شاء الله معاكم. وكمان هتكلم معاكي النهارده في موضوع مهم جدا جدا. خدي بالك واسمعيه، ويا ريت يا ريت يا ريت كلنا نعمل بيه يا جماعه الخير. الشهر الكريم على الابواب، يلا نحضر كلنا انفسنا يا جماعه الخير. يلا كده حضري نفسك، حضري نفسك للصيام، حضري نفسك للقيام، حضري نفسك لقراءة القرآن. خلي كل حواسك تصوم معاكي. تمام، مش عايزة صيام عن الأكل والشرب بس، لا، كل الحواس بتاعتك تصوم معاكي في شهر رمضان الكريم. ودلوقتي احنا في شعبان، طبعا بتصوموا. مين بيصوم يا جماعة؟ أكثروا الصيام في شعبان. هناك شهرا يغفلون عنه الناس، ترفع فيه الأعمال. كلنا بنصوم ولا ايه؟ لازم نحضر نفسنا يعني للشهر الكريم. طبعا انتم شايفين مين اللي بتكنس السلم واتبرعت بكنيس السلم؟ دي ياسمين. ياسمين بقى قالت لي ان النهارده هعمل لك روتين في السلم، هكنسهولك يا امي وكمان همسحهولك. البنات في البيوت يا جماعه الخير نعمه، نعمه كبيره. اللي ما عندهاش بنت خسرانه كتير. وزي ما شايفين طبعا ياسمين بتكنس في السلم، والسلم بتاعنا يعني عليه وسخ، كميه وسخ كتيره قوي. لان الطيور طبعا زي ما انتم عارفين على السطح وبتطلع وتنزل كده، يعني بتطلع غصب عننا، احنا بنسد عليهم بس عشان ما فيش باب. فبيطلعوا بقى وبينزلوا وبنطلعهم تاني ونقفل عليهم، لكن بيطلعوا غصب عننا. تمام. نخش في الموضوع بتاعنا. الموضوع اللي هكلمك فيه يا ست الكل، يا كل الناس، يا كل متابعيني، الموضوع اللي انا هكلمكم فيه النهارده وهو الغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة، اسمعوني كويس يا جماعة الخير، اسمعيني يا أمة الله، يلي ماسكه التليفون وعماله بترغي وفي سيره ده وسيره ده وسيره ده. اتقي الله في نفسك يا حبيبه قلبي، اتقي الله في نفسك. حضري نفسك للشهر الكريم. لو انت كنت كده امنعي نفسك. امسكي المصحف بتاعك، لو انت عندك وقت فراغ امسكي المصحف بتاعك، افرشي سجادة الصلاة، صلي ركعتين لله، اذكري الله. اقرأي القرآن، حضري نفسك. ده عايزين نختم المصحف يا جماعة الخير أكتر من مرة إن شاء الله، ربنا يقدرنا يعني. اوعي تغتابي حد واوعي تنمي على حد، هي بتبدأ بالنميمة وبعدين بالغيبة. الوقت بقى يسرقنا ونحكي ومن سيرة ده لسيرة ده، وخصوصا النميمة كترت قوي في التليفونات يا جماعة الخير. أيوة، النميمة دلوقتي بقت في التليفونات. بلاش نتكلم على أي حد مش موجود معانا، بلاش نجيب سيرة حد ونقطع في فروته. تجيبي سيرته بالخير، تجيبي سيرته بالحسنى، تذكريه بالخير. ذكرتيه بالخير ذكرتيه، ما ذكرتهوش بالخير ما تجيبيش سيرته لو هو مش موجود معاك. خلاص يا ست الكل، خلاص يا كل متابعيني. لسه بقى هنحكي كتير في الموضوع ده. شفتوا منتو محمد يعني كان في السوق جاب الطلبات بقى بتاعة البيت، وكان الوقت دلوقتي يعني كان العصر يا جماعة الخير. فدخل الطلبات بقى وطلع يعني راح عشان خاطر يصلي العصر في الجامع. الجامع جنبنا. عودوا أولادكم بقى إن هم يروحوا يصلوا الصلاة في الجامع يا جماعة الخير، يعني في الصغر عودوهم في الصغر. رايح يصلي واخد معاه أحمد، فجالة بقى نزلت تجري عايزة تروح معاهم. محمد مش بيرضى ياخدها، بيقول لها صلي في البيت. وياسمين بقى هي بتكنس زي ما انتم شايفين يا جماعة الخير، شايفين ما شاء الله. خلوا ولادكم يساعدوكم، عودوهم على شغل البيت عشان خاطر يطلعوا ستات بيوت شاطرين يعني كده وعارفين واجباتهم. زي ما باقول لِك كده، ما تنميش الستات اللي هي ما وراهاش حاجة، بتقعد يعني يتجمعوا بقى ويقعدوا كده يعني ويفضلوا يحكوا في سيرة الناس. ممكن بقى اللي بيحكوا في سيرته يكون معدي وسامعهم إن هم بيحكوا في سيرته، بس إيه بيسيبهم يعني بيسيبهم لربنا، بيقول ربنا موجود. طب أنتِ ليه يا أمة الله ليه تحكي في سيرة حد مش موجود معاكِ؟ ليه تختبيه؟ ليه تجيبي وتحطي فيه؟ وممكن تقولي حاجات مش فيه، ليه يا أختي؟ أنتِ عارفة والله أنا مشفقة عليكِ، لإني أنتِ كده بتخسري حسناتِك. هتيجي يوم القيامة مفلسة، هياخدوا من حسناتِك كل اللي اتكلمتِ عليه، كل اللي جبتِ سيرته وكل اللي قطعتِ في فروته، هياخد من حسناتِك بعدين. ربنا هيقول لِك ردي المظلمة، هترديها منين؟ هياخد من حسناتِك ويدّي كل اللي أنتِ جبتِ في سيرته وكل اللي حكيتِ عليه وكل اللي نمّيتِ عليه. ولو قُلتِ عليه حاجة بقى وهي ما كانتش فيه، يبقى كده بقى غيبة، يبقى أنتِ كده اختبّتيه. ولو كانت فيه نميمة نمّيتِ عليه.
اتقي الله في نفسِك، اتقي الله بدل ما تفضلي تقعدي يعني وتحكي في سيرة ده وسيرة ده وتحكي في سيرة الناس، قومي كده شوفي بيتِك، روّقي بيتِك، فتشي في بيتِك، شوفي وراكِ إيه اعمليه، حتى لو البيت نضيف اقلبيه تاني. يا ستي لو مش عايزة ترتبي في البيت امسكي المصحف بتاعِك اقري، اسمعي قرآن، لو أنتِ مش عايزة تقري شغّلي قرآن واسمعيه، سبّحي، صلّي على النبي كتير، عشان ربنا يصلح لِك حالِك وحال اللي حواليكِ. أيوه، حالِك وحال اللي حواليكِ، ما أنتِ لمّا يكون حالِك مصلوح بتدعي بالخير للناس، ربنا هيصلح لهم حالهم. اتقي الله يا أمة الله، اتقي الله في نفسِك. ما تخلّيش الشيطان يضحك عليكِ، ما تسيبيش نَفْسِك للشيطان. أنتِ عارفة الشيطان ده بيكون سعيد جدًا لمّا يشوف 2 بينمّوا على حد، بيكون عامل عمل عظيم إن هو بيقرّبِك للنار اللي هو هيدخلها. فأنتِ بقى ما تسمعيش كلام الشيطان، ما تنمّيش على حد، لو أنتِ متضايقة من أي حد ما تجيبيش سيرته، ما تحكيش عليه. يا ستّي ربنا موجود، ربنا موجود، لو أنتِ في حد مضايقِك عامل لِك حاجة قولي ربنا موجود. لكن ما تمسكيش النميمة، ما تنمّيش، اتقي الله في نفسِك أولًا ثم في اللي حواليكِ. والنميمة اللي في التليفونات وما أدراك بقى ما التليفونات، النميمة كترت أوي، أوي في التليفونات، تمسك بقى التليفون ورغي، رغي، 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 ليه كل ده؟ ممكن ربنا يعاقبِك في ولادِك، يعاقبِك في مالِك، يعاقبِك في حاجة غالية عندِك، فاهماني؟ في حاجة غالية عندِك، وحُطّي 100 خط تحت الكلمة ديّة. أنتِ لمّا تنمّي على حد ربنا ممكن يعاقبِك في حاجة تكون غالية عندِك. ما تجيبيش سيرة أي حد، ما تحكّيش على حد. نضّفي نَفْسِك للشهر الكريم. أيوه، قبل ما ننضّف بيوتنا عايزين ننضّف أنفسنا، فاهمينّي؟ ننضّف أنفسنا، ننقّي أنفسنا، قلبنا ده ما يكونش فيه ذرة كُره لأي حد، فاهمينّي يا جماعة الخير؟ ما يكونش فيه ذرة حقد لأي حد، ما يكونش فيه كراهية، نحب كل الناس حتى لو هُم بيؤذونا. أيوه، حتى لو هُم بيؤذونا نحبهم، حتى لو هُم يعني بيجيبوا ويقولوا علينا برضه نحبهم، ما نكرهش حد وندعي لهم بالهداية. أنتم عارفين لمّا هندعي لهم بالهداية ربنا هيكفينا شرّهم، لمّا إحنا هندعي لهم بالهداية هُم هيهتدوا، فبالتالي مش هيجيبوا سيرتنا، مش هيأذونا. أيوه مش هيأذونا. لمّا يكون في حد عامل لِك حاجة، في حد مضايقِك، ما تنمّيش عليه، ادعي له بالهداية. لمّا ربنا هيهديه هيبعد عنِّك، شره ده ربنا هيكفيكِ شره، مش كده والّا إيه؟ تمام؟ والنميمة كمان مش في الستات بس، ده كمان للأسف الشديد الرجالة كمان بقت بتنِم، الرجالة كمان بتنِم القهاوي والكافيهات وكل ده التجمعات بقى والحكاوي وجيبوا في سيرة ده وسيرة ده. طب ليه ما نقعد في صلاة النبي أحسن؟ ليه نجيب سيرة الناس؟ ما نخلّينا في سيرة الصحابة، نتكلم عن الصحابة، نتكلم على موضوع ديني، نتكلم على حاجة مفيدة هنستفاد منها، أتكلم على حاجة مفيدة أفيد اللي قاعد معايا. بلاش أشيل أنا ذنب واشيل اللي قاعدين معايا ذنوب. شُفتم بقى ياسمين كنست السلم كلّه خلّصته يعني كده، فجابت مَيّة بقى وفضلت تمسح، وجابت الفرشة معاها لإني زي ما قُلت لكم السلم عليه وسخ، كمية وسخ يعني من الطيور، فبتشيل بقى كده بالفرشة بتغسل بالفرشة والخيشة معاها. الشرشوبة ما كانتش هتنفع خالص في السلم، لازم هو كده يتمسح بالطريقة دي عشان خاطر ينضف. تمام، لازم معلش لازم ينضف كويس. عشان ينضف كويس لازم الفرشة والخيشة، فاهمين أنتم؟ دي فوطة قديمة بنمسح بيها، فبتمسح بقى زي ما أنتم شايفين كده وما شاء الله بقى شايفين النضافة. بعد بقى ما هتخلّص يعني كده هتجيب كمان هتجيب مَيّة وهتجيب اللي هو Ariel أي مسحوق يعني، وهترُش على السلِّم كده وكمان هتمسح تاني. تمام، ما شاء الله ما لازم بقى تنضّف بالمرّة يعني نضافة كويسة عشان خاطر الدنيا تكون تمام كده. تمام، أهو زي ما أنتم شايفين. عايزة أقول لكم إن السلِّم بيتوسّخ على طول، يعني أنتم ممكن تقولوا أم منى سايبة السلِّم بتاعها ما بتنضّفوش، لأ والله بنكنسه على طول، بس للأسف الطيور وكمان لمّا نكون جايبين الولاد حشيش يعني مطلّعينه للطيور فوق، فبيقع بقى كده على السلِّم وكده يعني عشان هو ده بيعُك وكده، فاهمين أنتم؟ لكن بنكنسه على طول. حُطّوا لايك يا قمراية.
لو أول مرة تفوت على قناة أم منى انزلي دوسي على زر الاشتراك اللي هو باللون الأحمر، فعلي الجرس، اختاري كلمة الكل عشان خاطر أي فيديو أعمله يروحلك بيه إشعار وتشاهديه. يا ست الكل يا قمرايا المشاهدة الكاملة بالله عليكِ، لو وراكِ أي حاجة يعني مش فاضية شغّلي الفيديو واسيبيه مع نفسيه كده، بس بالله عليكِ يا أختي يا حبيبتي عايزة مشاهدة كاملة، علشان خاطر اليوم ما يصنفليش القناة إن هي يعني قناة سيئة. أنتم عارفين يا جماعة لمّا أنا فضلت أسبوع يعني كنت تعبانة مش بانزّل فيديوهات، القناة وقعت خالص. فهمتكم معايا يا كل اخواتي، همتكم معايا بالله عليكم شاهدوا لي مشاهدات كاملة عشان خاطر القناة ترجع يعني تعلى تاني زي ما كانت إن شاء الله. ما اعرفش أنا محظوظة بقى، أول ما القناة يعني بدأت تتشاف وتعلى كده قمت أنا بقى تعبت وسبت القناة لمدة أسبوع، فالقناة وقعت رجعت وقعت، فالله المستعان الله المستعان يا جماعة الخير. حط لايك بقى لياسمين تشجيعا منكم ليها وللتعب اللي هي تعبته في الفيديو ده. طبعا كل اللي بيكنس السلم وبيمسحه عارف يعني ايه كنيس السلم تعب، والمسيح طبعا بتاعه برضو تعب، بس الله المستعان. وهي اهي كنسته قدامكم يعني وبتمسح فيه ما شاء الله ونضيف وزي الفل اهو. وزي ما قلت لكم هتمسح تاني كمان، هتجيب اريال وترش عليه وتمسحه. عايزين بقى نحب بعضينا يا جماعة الخير، عايزين نشيل حتة الكره دي اللي جوانا يعني، ما نكرهش حد مهما الناس تأذينا، مهما الناس تعمل لنا ما نكرهش حد. تمام. عايزة أقول لك حاجة، الكره ده بيأذيكِ أنتِ قبل ما بيأذي اللي أنتِ بتكرهيه، يعني بيجيب أمراض كتيرة، بيجيب الضغط، بيجيب القلب، بيجيب حاجات كتيرة الكره ده يا جماعة الخير. ما نبقاش نكره بعضينا، بلاش نكره بعضينا، بلاش نحقد على بعضينا، حُبّوا الخير لبعضكم يا جماعة، اتمنّي الخير لجارِك ولجارتِك هييجي لِك، والله لمّا تتمنّي الخير للي حواليكِ هييجي لِك. افرحي لمّا تلاقي جارِك جاب حاجة أو بَنِّت عليه الراحة أو بَنِّت عليه يعني حاجة كويسة، افرحي له، افرحي له، هتبُصّي هتلاقيها جات لِك أنتِ. لكن هتحقدي، هتكرهي، هتحسدي، مش هتشوفي النعمة، أيوه مش هتشوفي النعمة. آآ عايزاكِ عايزاكِ تنقّي قلبِك، عايزة قلبِك ده يكون يعني أبيض زي الحليب، عايزاه أبيض زي الحليب، ما تكرهيش حد خالص، حبّي الخير لكل الناس. واظبي بقى على صلاتِك في مواعيدها يا ست الكل، أيوه. واقري القرآن تمام، وحضّري نفسِك كده يعني صوموا ما استطعتم في شهر شعبان تحضيرًا بقى لاستقبال الشهر الكريم يا جماعة الخير. يعني عايزة أقول لِك قد ما تقدري صومي في الشهر ده، شهر شعبان تمام. عايزة أقول لِك دي شهور بتيجي من السنة للسنة، فاغتنميها، اغتنميها بالصلاة والصوم والزكاة. أيوه اللي عنده يدّي اللي ما عندهوش، القادر يدّي اللي هو عايز. ربنا جعلنا درجات يا جماعة الخير، علشان يعني اللي عنده يدّي اللي ما عندهوش وكده، فاهمينّي أنتم طبعًا. الصدقة بقى تتصدّقي، لو عندِك مريض وعايزة ربنا يشفيه عليكِ بالصدقة، لو أنتِ مريضة وعايزة ربنا يشفيكِ عليكِ بالصدقة، تمام. لو بشَق تمرة، لو بشَق تمرة فاهماني، مش تقولي أنا ما عنديش، أنا عايزة اللي يدّيني، أتصدّق بإيه وأنا عايزة اللي يدّيني، لأ، لو بشَق تمرة، لو بشَق تمرة تصدّقي بيها وربنا هيجيب لِك الخير. هيجيب لِك الخير أكوام، أكوام، فاهماني يا سِت الكل؟ حطّوا لايك لياسمين، شايفين تعبت إزاي يا جماعة؟ شايفين بقى النضافة؟ يا ما شاء الله عليكِ يا ياسمين. كل واحد بقى يكتب لها comment كده جميل، هي خلاص نزلت من فوق يعني وخلاص في الدور الأرضي كده بتمسح، يعني هي سلفتي هي اللي ساكنة في الأرضي، بس طالما جِبنا السلم من فوق ويعني واتبل كلّه مَيّة كده والمَيّة نزلت عليه، فضروري بقى لازم السلم كلّه يتمسح. لكن في الطبيعي يعني إحنا بنمسح من فوق لغاية شقتنا وهي لغاية يعني الباصة اللي قدّامنا ديّة وهي بتمسح الباقي، لمّا بتكنس بتمسح الباقي، يعني تعاون ما فيش كره وما فيش حقد، تعاون يا جماعة الخير. زي ما أنتم شايفين طالما مسحنا السلِّم والمَيّة نزلت عليه يبقى يتمسح كلّه، أهو زي ما أنتم شايفين بالشكل ده، تمام. وربنا بقى يصلح الحال، ربنا يصلح الحال، ربنا يهدي العباد، اللهم آمين يا رب العالمين. يالّا صلّوا على الحبيب كده، سمّعيني الصلاة على الحبيب يا أمرايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن يهدي الناس على بعضيها، يا رب تهدي الناس على بعضيها. الهدى حلو خالص يا جماعة، حُب الناس حلو خالص. يا رب تحبّب كل الناس في بعضيها، يا رب تبعد الكره عن قلوبنا، يا رب تنقّي قلوبنا، تنقّيها من الكره والحقد والحسد وكل الحاجات الوحشة اللي هي بتضرنا إحنا قبل ما بتضر الآخرين، أيوه والله بتضرنا إحنا قبل ما بتضر الآخرين. يا رب تصلح ما بيننا، تصلح ما بين عبادك، اللهم آمين يا رب العالمين.
وتشفي كل مريض. يا رب تشفي كل مريض يتألم داخل مصر وخارج مصر في جميع أنحاء العالم. قولوا آمين يا غاليين بالله عليكم. كل حد هيقول آمين إن شاء الله له نصيب في الدعوة. وإن شاء الله يعني حد مننا كده من الناس اللي بتقول آمين وبتأمن يكون مقبول عند ربنا دعوة، فربنا يقبل الدعوة يا جماعة الخير. وما تنسوش دعوة 40 غريب مجابة في ظهر الغيب. أيوة، أنا لما أدعيلك وأنتي ما تعرفينيش وأنا ما أعرفكيش ربنا هيقبل والملك هيقولك مثلها. شايفين أحمد مشاكس طالع نازل كده يعني بيشاكس مع ياسمين، انتوا ما عارفينه المشاكس بتاعنا عايز يمسح معاها. زي ما انتم شايفين خلصت السلم ياسمين اهي، وده المدخل بتاع البيت بتاعنا، وده الشارع هتشوفوه دلوقتي بقى. بعد ما تخلص المدخل هتطلع ياسمين يا عيني تعبت قوي في اليوم ده، هتشد بقى المية كلها اللي اتكومت قدام الباب، لان مش هينفع نسيب المية كده، الناس اللي معدية يعني وكده رايحة وجاية، فمينفعش خالص، مينفعش نأذي جيراننا. تمام، اوعي تأذي جارتك ولا جارك، اوعي. فهتشيل بقى كل المَيّة اللي اتكوّمت من برّه. الله المستعان وربنا يقويها. اتفقنا هنحب الخير للناس وهنحب أنفسنا. شايفين المشاكس من برّه بيشاكس مع إخواته، أنا قاعدة قافلة الباب عليه وباسجل لكم الفيديو، وهو برّه بيناكف ما بيسكتش خالص. ربنا يهديه ويهدي لكم كل أولادكم يا رب العالمين. نكمّل بقى الدعاء بتاعنا يا جماعة الخير. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم ينجّح طلبة الثانوية العامة. يا رب تنجّح طلبة الثانوية العامة وتُقف معاهم. اللهم آمين يا رب العالمين. وتدّيهم تعبهم. يا رب تنجّح الطلبة في جميع مراحل الدراسة. اللهم آمين يا رب العالمين. وتحقق للشباب أحلامهم. يا رب الشباب مظلومين فعلًا، مظلومين في الغلا اللي إحنا فيه ده. لا الشباب عارفة تتجوّز ولا عارفة تعيش ولا عارفة يعني ربنا يكون معاهم، ربنا يكون معاهم. يا رب تُقف مع كل الشباب وتدّيهم تعبهم وتحقق لهم أحلامهم. يا رب تحقق لهم أحلامهم. اللهم آمين يا رب العالمين. قولوا آمين يا غاليين. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن يرزق كل بنوتة بالزوج الصالح اللي قُرّ عينها اللي يفرّح قلبها. يرزقِك فوزية اللهم آمين يا رب العالمين في القريب العاجل. يرزقِك أم شهيد ويرزق كل بنات أمة محمد. شايفين النضافة؟ ما شاء الله عليكِ يا ياسمين، تستاهلي أكبر لايك، ما شاء الله عليكِ. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن يرزق كل أم بالولد الصالح، كل أم نفسها محرومة اديها يا رب وفرح قلبها. يا رب في الأيام المفترجة دي ترزق كل أم بالولد الصالح، وترزق كل بنوتة بالزوج الصالح، وكل إنسان محتاج حاجة عايز حاجة تديها له يا ربي. يا ربي اللهم آمين يا رب العالمين. وتسدد الدين عن كل مديون. يا رب تسدد الدين عن كل مديون وتفرج الهم عن كل مهموم. قولوا آمين بالله عليكم، قولوا آمين. وتيسّر لكل مغموم حاله. اللهم آمين يا رب العالمين. يا الله. عليكِ بالحوقلة يا ست الكل، عليكِ بالتسبيح، عليكِ بالتسبيح. الصلاة على الحبيب فيها خير كتير أوي. صلّي على الحبيب كتير بالله عليكِ. لو أنتِ موجودة في المطبخ صلّي على الحبيب، لو بتعملي أي حاجة صلّي على الحبيب. الصلاة فيها خير كتير ياما. شفتم أنتم ياسمين؟ طبعًا زي ما قُلت لكم ما ينفعش نأذي جيراننا. لازم بقى توزّع كل المَيّة اللي هي في الشارع اللي اتكوّمت ديّة، عشان الناس اللي رايحة واللي جاية ما ينفعش نضرّهم. بعد ما هتخلّص طبعًا هتطلع تاخد حمامها كده ويعني والحمد لله عملت حاجة مفيدة، نضّفت يعني السلِّم وكمان كُلّه جابته والمدخل ما شاء الله. عايزة أقول لكم إن ما فيش حد بيعمل حاجة إلا وربنا بيكتب له حسنة. يعني كُلّ بحسناته يا بناتي يا أخواتي يا كل بناتي. تمام، قوموا يالّا قوموا كلّكم كده ساعدوا مامتكم وكُلّه بثوابه. تمام، البنات في بنات متدلّعة ما بتساعدش مامتها، ما ينفعش كده، لازم تقومي تساعدي مامتِك. هي تعبت كتير عليكِ، فلازم تريّحيها. ربنا يرحم أمواتنا يا رب. هو ده كان الفيديو بتاعي، مع ألف سلامة.